السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من سلسلة القصص. قصة اليوم يا جماعة قصة يبغى لها كذا أكل، يعني ما نبغى مشاريب، نبغى المرة هذه أكل، لأن القصة راح تكون طويلة ومرة ممتعة وراح تستمتع فيها. فيلا خليكم معنا وخلينا نبدأ ويلا. قصة اليوم لشخص اسمه سيف. سيف هذا يا جماعة متزوج واحدة اسمها جوخ. طبعا هذه من زمان عشان كذا الاسم مرة قديم. جوخة هذه يا جماعة يعني قعدت بعد الزواج 4 سنوات ما تجيب ولاد، ما تحمل ولا شيء. فراحت في يوم من الأيام صارحت زوجها، قال لها والله يا بعد عمري أنا ما أبغى إلا أنت، أنا أحبك وأموت فيك وزي كذا، وأبغى استمر معاك على كذا، حتى لو ما في أولاد طول العمر عادي، ما عندي أي مشكلة. فالحمد لله يا جماعة بعد وقت طويل ربي رزقها بأول طفل اللي هو اسمه أحمد، والطفل الثاني بعدها اسمه محمد، وبعدها ب3 سنوات تخيلوا ما جابت مرة ثانية أي شيء إلا بالسنة الرابعة الحمد لله جابت بنت. جوخة هذه كانت سعيدة جدا بوجود هالبنت، سموها العزيزة لأنه هي تحس أن هي العزيزة، أو يعني الشيء العزيز اللي جاء في الأخير، فعلشان كذا سموها العزيزة. إيش سالفة العزيزة؟ العزيزة هذه يا جماعة بعد ولادتها ب4 سنوات ظهر عليها ضمور في رجلها اليمين، يعني كل جسمها سليم ما عدا رجلها اليمين هذه اللي فيها ضمور، واللي النمو فيها يكون مرة بطيء. فتخيل رجلها الثانية تنمو عادي وهذه رجلها لا، لما تيجي تمشي تكون مشيتها مختلفة. راحوا المستشفيات ما لقوا أي علاج لها، واستمرت البنت على كده. المهم بعد ما دوروا لها على علاج وما لقوا، يعني صارت العائلة كاملة تحبها أكثر من الأول. فالعزيزة هذه صارت لها مكانة كبيرة عند عائلتها وعند حتى قرايبها وزي كذا. تخيلوا يا جماعة البنت هذه من قوة جمالها، يعني شعر وعيون وملامح، أي حرمة كانت تشوفها كانت تجري تروح لولدها تقول له تعال نخطب لك البنت. وأي ولد يروح يشوفها يروح يقول لهم والله يا ماما أبغى أخطب البنت الفلانية اللي هي العزيزة. وفوق هذا صوتها نغم، صوتها كذا حرفيا يعني يخلي الشخص ينجذب لها على طول. الشغلة السيئة اللي كانت تصير انه يعني اي واحد يروح يتقدم لها او شيء صار متعارف عليها انه البنت هذه حرفيا ما تصلح للزواج لان عندها اعاقة وزي كذا، ويعني لازم انها تاخذ واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها وزي كذا وخلاص. فمن بعد هالاشياء اللي صارت مع البنت صارت انطوائية، صارت منعزلة شوية عن الناس، وصارت مع نفسها تخفف العلاقات اللي برا العلاقات العائلية، وحتى أهلها عرفوا يعني إنه الموضوع بالنسبة لها زي كذا، فخلاص خلوها على راحتها، بس ما تبي أي كلمة تجرحها وتكسر بخاطرها، فعشان كذا تبي تنعزل مع نفسها وزي كذا. بعد فترة ويتوفى أبو العزيزة، وصارت العزيزة ساكنة مع أمها وأخوها محمد الكبير وأخوها أحمد. محمد الكبير جاء عليه سن الزواج زي كذا وتزوج واحدة اسمها عقيلة، وأحمد برضو جاء عليه سن الزواج وتزوج واحدة وخلاص سكنوا بالبيت زي كذا. وأحمد كان يعني يحب عزيزة حب مو طبيعي، لأن بينهم تقريبا 4-3 سنوات زي كذا. بعد ما تزوجوا صار دائما أحمد يروح يزور أمه ومحمد يروح يزور أمه وزي كذا، ويعني صاروا يسيرون عليهم في كل فترة وزي كذا، ويروحون للعزيزة ويروحون للأم يطمنون عليها. بعد ما مرت السنين والأيام حبوا إنهم يسووا جمع وزي كذا. فالجمعة هذه كانت موجودة العزيزة وأهلها وأخوانها وزي كذا. في واحد من جماعتهم اسمه ناصر هذا على مدار الطلعة كاملة ما شال عينه من العزيزة، قاعد يقول من وين لنا هذا الجمال، ويعني كيف، ويعني معقولة الجمال موجود وما حد يعني فكر انه يتزوجها او هي فكرت انها تتزوج وزي كذا. بعدها عرف انه البنت فيها اعاقة وزي كذا في الجلسة، لانه كان يشوفها وهي تقوم وهي تيجي وزي كذا، بس الشغلة هذه ما اثرت فيه وما اثرت في قراره انه راح يروح يتقدم لها ويطلب يدها، ولا اثرت ابدا في قراره، وكان صامل انه يروح. بعد ما رجعوا من الطلعة بيومين وزي كذا راح كلم أمه، قال لها يا أمي مو أنت دائما تحنين علي دائما وتقولي لي تزوج، خلاص أنا يا أمي أبي أتزوج. قالت يا أخي يوم المنى إحنا أصلا أنت ما أنت ناقصك شيء، وإحنا أصلا نتمنى هاليوم اللي نشوفك فيه مبسوط. قال لها يا أمي والله إني لقيت البنت اللي أخذت قطع من قلبي،
قالت مين هالبنت اللي حبيتها كذا في غمضة عين؟ قال لها العزيز. قالت له شوف يا ابني أنا ما ألومك، إحنا كلنا يوم جلسنا شفناها كذا وانهبلنا عليها وعيوننا كذا زغللت عليها، بس حرفيا البنت هذه إذا ما تعرف يعني البنت هذه معاقة. قال لها شوفي أنا أدري إنها معاقة والبنت هذه بخاطري إني أخذها، لو إيش ما يصير، لو أشيلها طول عمري على ظهري والله لا أخذها يا أمي، وإني أعشقها وأحبها وحبيتها كذا أنا خلاص ما أفكر إلا فيها. الأم انصدمت فقالت لابنها يا ابن الحلال أنت شغال في أحسن الشركات، أكيد بتلقى بنات أحسن، أنت سافرت، أنت رحت وأنت جيت، يعني ما في بنت بهالحياة يعني تغنيك إنك تاخذ العزيزة، ليش العزيزة بالذات؟ قال لها يا أمي والله العظيم إذا ما خذيتها راح ياخذ أحد غيري، أنا يا أمي أحبها وحابها وأبغاها على وضعها. بعدين في بنات ثانيات يعني عندهم إعاقات في راسهم، يعني ممكن البنت تكون سليمة قدامك جسديا بس عندها إعاقة في راسها في عقلها، ما تفهم ما تستوعب كلامك، يكون فيها زي كذا. فيعني أنا ما تهمني مشاكل البنت هذه وأبغاها بأي طريقة، ما لي دخل. قالت له والله العظيم هذه 1000 رجل يتمناها، والبنت هذه أنا أتمناها لابني بس مو لهالدرجة يعني بالإعاقة اللي فيها هذه. قال لها لا والله يا أمي أنا أبغاها، يعني أبغاها خلاص. الأم قالت أوكي والولد استمر على قراره وزي كذا. قالت له متأكد؟ قال لها أيوة يا أمي أنا متأكد ومسؤول عن قراري. قالت له تمام راح أتكلم مع الوالد وزي كذا. راحت تكلمت مع الوالد والوالد قال عادي ياخذ راحته دام ان الولد حابها ومعجب فيها، البنت يعني بنت حلال وزي كذا فيسوي اللي يبغاه وزي كذا. بعد ما الوالد وافق راحت ام ناصر لام العزيز. ام العزيزة ردت على ام ناصر وقالت لها والله شوفي يا ام ناصر انا البنت هذه ما ابغاها انها تنجرح بيوم من الايام بكلمة او كذا، احنا متقبلين الوضع وكل شيء، يعني ناصر يستاهل واحدة ثانية من نفس وضعه وزي كذا، وبرضو العزيزة تستاهل واحد ثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتقبل هالوضع وما في أي مشاكل. قالت لا 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 ناصر يدري وقال ما بيتزوج إلا العزيز. قالت والله احنا نتشرف يعني وزي كذا وبيتنا مفتوح لكم بأي وقت، خلاص تمام أنا موافقة، بس راح نسأل عن ناصر ونشوف إيش وضعه زي كذا، يعني العادات والتقاليد يسألون على الشخص اللي بيتزوج. رجعت أم ناصر البيت وكلمت ناصر وزي كذا وقالت له القبول مبدئي بس راح يسألون عنك وزي كذا ويشوفوك زي كذا وبعد كم يوم إن شاء الله راح يردوا له. ناصر قال أوكي والله العظيم لو انتظرها طول العمر. قال أنا خلاص ما راح أتزوج إلا هي. توقع مين سمع بالسالفة؟ اللي سمع بالسالفة عقيلة زوجة أحمد أخو العزيز. يوم سمعت السالفة انجنت. البنت هذه تكره العزيزة كره مو طبيعي، فبما أنه العزيزة ما كانوا يرفضون لها طلب وكانوا يحبونها والمدلل ما بين العائلة كاملة، فكانت عقيلة هذه تكرهها. فلما سمعت بأنه ناصر راح يجيها انهبلت وقالت الشخص هذا التاجر والمزيون وكل شيء يجيها ومن باب للطاقة كذا على طبقة من ذهب. قالت لا والله لا أسوي شيء. إيش سوت عقيلة؟ راحت وتواصلت مع أم ناصر. هلا والله السلام عليكم زي كذا. قالت والله أنا عقيلة زوجة أحمد أخو العزيزة، عشان يعني أنتوا أقرب لي من أهل زوجي وزي كذا، فحبيت طبعا إن أنا أبرد ذمتي وأقول لكم هالشغلة، بس بشرط إنك تحلفين لي وتعطيني الأمان إنه ما حد يدري عن السالفة هذه تماما ولا تجيبي سيرة لأحد أبدا عن اللي صاير. أم ناصر قالت له إيش فيها؟ قولي العزيزة إيش صاير معاه. قالت شوفي أم ناصر البنت من كثر ما هي جالسة بالبيت بسبب إعاقتها وكذا تروح تتسلى بالجوال وتتكلم مع الشباب، وأكثر من مرة أنصحها وأقول لها بس هي ما تسمع الكلام، ويعني ما أبغى أن أروح أقول لزوجي أخوها يعني علشان لا يروح يذبحها وهذه راح تبتلشون بيها بكرة وممكن تخرب بيت ناصر في المستقبل. نصيحة مني لكم ابعدوا عن هالبنت وزي كذا، وأنا نصحتها أكثر من مرة بس ما في أمل. قالت أم ناصر والله العظيم أنا أشكرك على هذا الشيء، وأنتوا عارفين يعني هذا ابني الوحيد زي كذا، ما نبغى ننغش بنات الناس، والحمد لله انك جيتي وعلمتينا، واعتبري انه ما جيتي قلتي لي اي شيء. بعد ما ام ناصر قفلت المكالمة راحت لابنها ناصر قالت له شوف يا ابن الحلال انسى موضوع العزيز. قال لها ايش يا امي؟ قالت له انسى موضوع العزيزة ولا تفتح السيرة هذه مرة ثانية. قال لها ايش اللي انسى موضوع العزيز؟ انا راح اتزوجها يعني اتزوجها، ايش صاير معاكي؟ ليش تقولي زي كذا فجأة؟ قالت يا ابن الحلال انا حذرتك وبس، بالله عليك انسى هالموضوع ما ادري ايش. قال لها يا امي لا يا حبيبتي انا ما راح اخليكي، لازم تقولي لي ايش السر وليش انتي غيرتي رأيك فجأة بهالسرعة، يعني ايش صاير؟ قال لها اذا الموضوع موضوع اعاقة عادي يا امي، ترى الموضوع عادي واحنا اتفقنا انه الاعاقة عادي وما راح تسبب لي اي مشاكل. قالت له لا احنا طوفنا ومشينا عن موضوع الاعاقة، الموضوع اكبر من كذا بكثير. قالت له يا حبيبي البنت عندها خرابيط وعندها امور شباب، تسولف مع الناس
وزي كذا. البنت يعني شبه خربان. قال له ايش يا امي ايش قاعده تقولي انت، ايش في ايش صاير، مين قال لك كذا، مين قال لك هالكلام؟ قالت له والله العظيم انه في واحده حلفتني وزي كذا. قال لها يا امي انا كيف اصدق يعني بدون ما تقولي لي هالسالفه، لازم تقولي لي ايش اللي صاير. قالت له شوف ابن الحلال، كلمتني زوجة احمد اللي هي عقيله وقالت لي انه البنت هذه تكلم شباب، حاول انك تنساها وراح تخرب بيتك يعني بعدين. انصدم وقال لها كيف؟ قالت له شوف يا ابن الحلال البنت قريبتنا وكذا وقالت لي ونصحتني يعني عن اللي صاير، انت ترضيك انك تنغش وزي كذا. انصدم فجأة وقال له والله يا امي انا ماني مصدق، والله العظيم لازم تعطيني رقم هالبنت اللي هي العزيزة وانا اروح اتاكد منه. الام قالت له يا ابن الحلال البنت قالت لي وحلفتني اني ما اقول اسمها، كيف الحين تبي تظهر اسمها وزي كذا وتروح تكلم العزيز؟ قال لها شوف يا امي انا بطريقتي لازم ان انا اجيب رقم هالبنت وراح اتاكد منها. بعد ما ناصر قرر ان يدور ويجيب رقم العزيزة من تحت الارض، يدور 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 يمين يسار، يخلي تدور تساعد وزي كذا، حتى مع البنات العيلة رقم العزيزة ما هو موجود. فيدور ويدور يدور لحد ما لقى رقم العزيز. بعد ما وصل رقم العزيز زي كذا اتصل، السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ قال لها انا فلان الفلاني زي كذا، انا اللي جاي تقدمت وكذا وبس جاي اتكلم معاكي في شغلة معينة، وترى غرضي مرة شريف ولا تفهميني غلط وزي كذا. قالت له ما صار بيننا شيء ولا تحسبني انا زي البنات اللي الف وادور، ترى والله العظيم لو ما قفلت الحين لاخلي اخواني يجون واعلمهم ويعلموك كيف الوضع. وقفلت الخط في وجهه، يدق عليها وتقفل ويدق عليها مرة ثانية وتقفل، يرسل لها رسائل والله يا بنت الحلال كلمتين والله العظيم بس كلمتين. واتصل مرة ثانية ردت عليه قالت له شوف يا ابن الناس انت قلت لي كلمتين، قول كلمتينك ودزها ولا ابغاك تتصل علي مرة ثانية. قال لها بسألك سؤال بس. قال لها ايش علاقتك بعقيلة زوجة اخوك احمد؟ قالت له غريبة انت ايش دخلك بهالموضوع اصلا، ايش يخصك يعني؟ قال لها بس سؤال وجاوبيني عليه عادي بصراحة. هو ليه سألها السؤال؟ علشان اذا قالت له انه العلاقة مرة حلوة فيعني عقيلة صادقة، واذا قالت له انه العلاقة مرة سيئة ما بيننا فاكيد عقيلة تبي انه تخرب الزواج وبس. قال لها يا عزيزة الله يخليك قولي لي ايش طبيعة العلاقة اللي بينك وبين عقيلة. ردت العزيزة عليه وقالت له ترى عقيلة هذه مو زوجة اخوي، هذه اقرب لي من اقرب الناس لي، يعني زيها زي اختي بالضبط وما بيني وبينها اي شيء، وبما انك قلت لي سؤال واحد وخلاص فيلا سلام. وقفلت الخط بوجهه. ناصر حب انه يسأل هالسؤال على اساس انه يعرف طبيعة العلاقة اللي ما بينهم، وما رضى انه يقول انت تكلمين شباب زي كذا، حب انه يجيبها بطريقة ثانية. راح لامه وقال لها خلاص يا امي انا تأكدت موضوع العزيزة زي كذا خلاص ما بتزوجها ولا شيء. الام استغربت قالت له طيب كيف يعني ايش اللي خلاك يعني الحين تقول ما ابغاه زي كذا؟ قال لها انا والله يا امي تأكدت بطريقتي الخاصة فخلاص ما ابغى العزيزة ولا شيء. قالت له خلاص والله يعوضك ان شاء الله وباذن الله تلقى الاحسن منه. المهم بعد اسبوعين ثلاثة ويقوم احمد يتصل على ابو ناصر يقول له حياكم الله حنا تأكدنا من الولد زي كذا، فاذا تبون تجون على البيت تعالوا باي وقت. راحت ام ناصر تكلمت مع ام العزيزة قالت لها والله يا ام العزيزة انتم ناس طيبين وناس تشرف انه نناسبكم زي كذا، بس بصراحة الولد هالفترة حاب انه يكمل يعني دراسة وشغل وزي كذا ويبي يأجل موضوع الزواج. بعد ما تكنسل العرس وكل شيء راح ناصر كلم امه وقال لها بالله عليك يا امي روحي كلمي عقيلة واشكريها وباذن الله راح ارد لها الشغلة هذه بعدين. الام راحت اتصلت على عقيلة والله العظيم شكرا على اللي سويتيه ولولا الله ثم انت ولا كان الموضوع يعني خرب علينا مستقبلا والولد ضاع مننا وزي كذا وخلاص ومشت الامور. قالت لها والله العظيم اني ما سويت شيء، والله العظيم ان ناصر هذا زي اخوي وكنت احب له الخير، في بنات كثير والله العظيم في بنات احلى واجمل من العزيزة يعني وزي كذا. بعدين الولد يعني عنده خيارات كثير وعنده بنات ما لقى الا العزيزة. قالت والله العظيم احنا ما كنا ندري زي كذا. جت العقيلة قالت انا عندي لكم واحدة والله العظيم احلى واجمل وارق من البنت هذه بكثير ويعني شيء كذا يفتح النفس. قالت مين؟ قالت بنت اخوي برسل لكم صورها وشوفوها وزي كذا وان شاء الله تتقدمون لها واموركم تمشي. وفعلا الام ورت الصور لناصر وناصر شافها زي كذا شوفها بدائية وراح وتقدم للبنت وفعلا خطبها وتزوجها واموره تمام. شفتوا الحقارة لوين وصلت؟ تخيلوا البنت راحت خربت زواج العزيزة وراحت زوجت ناصر بنت اخوها، تخيلوا بس علشان حاقدة على العزيزة. بعد ما تزوجوا الامور تمام وزي كذا
وأصلا يعني ناصر ما كان ماخذ البنت هذه عن إعجاب ولا شيء، وقال إن شاء الله بعد الزواج راح يكون في حب وكذا. بعد ما راحت ومرت الأيام، مرت 5 سنوات، جت عقيلة وحست بالندم، بما أنه العزيزة مات أبوها، ماتت أمها، وصارت وحيدة وعندها احتياجات وزي كذا، فصارت عقيلة تروح تزور دائما العزيزة في بيت. بقول لكم شغلة ثانية كذا بخصوص يوم ناصر سأل العزيزة عن طبيعة العلاقة مع عقيلة. يوم سألها وزي كذا، ليش جاوبت العزيزة هالجواب؟ طبعا العلاقة ما بين العزيزة وعقيلة مرة سيئة، بس من طيب أصل العزيزة ومن احترامها وما تحب انه تسوي مشاكل بين اخوها وزوجته زي كذا، فقالت انه العلاقة مرة حلوة وطيبة وما بيننا شيء، هذا عشان طيب اصل العزيزة. فنرجع الموضوع، عقيلة بيوم من الايام قالت انا ليش ما اكفر عن ذنبي واخلي عزيزة تيجي تسكن عندنا بالبيت. بعدها عقيلة راحت وكلمت العزيزة وقالت لها يا بنت الناس، انت ما حد حولك ويعني جالسة لحالك وكذا، بالله عليك خليكي معانا وجنب اخوك واولادي وزي كذا وتلعبون سوا وتونسينا وكذا. فبعد ما عقيلة اقنعت العزيزة خلاص قالت اوكي وراحت سكنت عنده. انت تحسب الحين ان عقيلة خلاص يعني راح تكفر عن ذنبها بهالحركة وامورها تمام؟ لا لا، هذه بداية للوساخة اللي عمرك انت ما شفتها. تخيل البنت هذه راحت سوت كذا علشان احمد يكون خلاص يعرف انه بيت العزيزة فاضي، الام والاب ماتوا، فاكيد خلاص لما اخته راح تيجي على بيته فالبيت راح يكون فاضي، فيبيعون البيت وياخذون الورث. بالفعل يعني احمد وافق وكل الامور تمام ولعبت في راسهم، راح وتوزع الورث. العزيزة هذه عشان عزيزة بنفسها برضو راحت أعطت الورث حقها كامل لأخوها وقالت له خليه معك، وطبعا أخوها أخذه. وعقيلة هذه بعد ما زوجها أخذ الورث قاعدة تلفلف وتروح حوالين راسه كذا لحد ما خلصت على الورث حق زوج. بعد ما عقيلة خلصت ورث زوجها راحت وتلف مرة ثانية على ورث العزيزة. قالت لزوجها البنت أعتبرها أختي وزي كذا، فأنا دائما اللي أهتم فيها وأصرف عليها وكذا، فطلع شوي من الورث حقها على أساس أنه نصرف وكذا. فتخيلوا جلست عقيلة تدور وتلف وتروح وتيجي لحد ما خلصت ورث البنت. والبنت المسكينة تحسب أنه خلاص يعني فلوسها هي فلوس أخوها، حتى لو مرت الأيام الورث هذا راح يبقى مع أخوها يعني. بس للأسف عقيلة خلصت ورثه، ورث زوجها وورث العزيز. بعد ما مرت 5 سنوات قالت لا أنا بسوي فكرة ثانية. راحت وتبغى تسوي أي طريقة تبي تطلع العزيزة من البيت. قالت أنا ليش ما أزوج البنت هذه وأفتك منها. أي واحد كذا يعني متزوج واحدة أو 2 بالعيلة قاعدة تدور وتشوف وكذا لحد ما لقت واحد اسمه علي. هذا واحد من عيلتها خريج سجون، يعني كان بالسجن طول حياته وبني آدم ضايع تماما. راحت قالت لعلي هذا عندي لك بنت يعني ملكة جمال وشيء خرافي يعني ما تتوقع. قال لها طيب منو هذه، من البنت هذه؟ قالت له هذه أخت زوجي، ما عليك أنا راح أقنعه كذا وراح تتزوجها وأمورك مرة تمام. بعد ما علي شاف صورتها راح وتقدم له. تخيلوا هم جالسين زي كذا اكتشف إنه البنت فيها إعاقة. قال أنا أتزوج واحدة معاقة؟ بعدها تنصدم العزيزة، وبعدها البنت هذه عقيلة تنهبل تقول ليش وما ادري ايش زي كذا، وتبغاه يوافق باي طريقة علشان تفتك من هالبنت. راحت عقيلة بعدها تقول له ام علي الولد ما هو راضي ياخذها ما ادري ايش، البنت ترى ملكة جمال بس عشان اعاقتها. جت ام علي تحاول تقنع في علي تقول له يا ابن الحلال تزوج البنت ترى ما فيها الا هالعيب وبس، يعني مشي امورك وترى ملكة جمال وامورها تمام. قال لا وما ادري ايش، وطلع هو طالع على الباب يسولف مع عقيلة، وعقيلة تقول له تزوج زي كذا، يقول له لا والله ما أبغى ويعني كذا. فيجيهم مين من الباب من برا على أساس يجلس بالمجلس برا، يجيهم ناصر اللي كان يبي ياخذ العزيزة من زمان. ناصر دخل على المجلس، فناصر سأل علي قال له يعني من الطبيعي انه يكون عندكم العزيزة ويكون عندكم عقيلة والامور كذا عادي بما انكم عائلة؟ قال لا والله انا بس يعني يبغون يلبسوني مع بنت انه كذا يزوجوني بالغصب مع بنت معاقة اللي هي العزيزة. قال له مين العزيزة؟ قال له العزيزة ما غيرها بنت فلان الفلاني. قال له ايوه وش فيها يعني؟ قال له المعاقة. قال له ايوه المعاقة. قال علي الناصر البنت هذه كتبت
بطلع أتزوجها، بس لما دريت إن فيها إعاقة رافض، وهم قاعدين يقنعوني إلا إني أتزوجها. فجأة كذا ينصدم ناصر ويقول بينه وبين نفسه يعني أنا الحين يوم أروح أتقدم للعزيزة عقيلة تمنعني، ويوم علي هذا يروح يتقدم للعزيزة يقولوا له بالله عليك تزوجه هو ما هو راضي. يوم ناصر صار هالشغلة، ناصر راح للبيت، راح لأمه، قال لها تدري أمي أنا اليوم مين لقيت عند علي؟ قالت مين يعني؟ قال لها عقيلة. قالت إيه عقيلة يعني ما غيرها اللي أنت متزوج بنت أخوها؟ قال أيوة بالضبط، بس تدري إيش صار؟ قالت إيش؟ قال لها تخيلي أنا اليوم رحت على بيت علي ولقيت عقيلة قاعدة تقنع علي على إنه يتزوج العزيزة المعاقة بنت فلان فلاني اللي كنت أبغى أتزوجها. قالت أم ناصر لناصر طب أنت إيش قصدك بهالكلام؟ قال لها والله يا أمي أنا حاسس إن البنت ما فيها شيء، زمان كانت تذم فيها وتقول إنها تكلم شباب وما أدري إيش، والحين قاعدة تمدح فيها علشان علي يتزوجها، علي هذا السوابق. قال لها شلون هالشيء يصير؟ قالت له والله أنا ما أدري. قال لها طيب يا أمي الحين تطلعي لي رقم عزيزة دوري لي عليه وتطلعي لي إياه بأي طريق. قالت له الأم يا ابن الحلال هد الأمور تمام، أنت الحين متزوج ومتزوج بنت أخوها ويعني صلي على النبي. قال له شوف والله إذا ما اتصلت على العزيزة الحين زوجتي هذه تكون طالق. قالت له لا 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 خلاص اهدى راح أتصل عليها الحين. اتصلت الأم على العزيزة وقالت العزيزة الله يخليك خلي بس ابني يتكلم معاك، والله يبغى يقول لك شغلة معينة علشان خاطري كلميه شوفيه ايش بس يبغى ولا تقفل في وجهه ولا شيء بالله عليك. العزيزة قالت ايش يبي؟ مو جاني قبل سنين على أساس إنه يبي يتزوج زي كذا وخلاص وراح. قالت خلاص أنا زي أمك بالله عليك اسمعين لازم تكلميه وشوفيه ايش يبغى. قال لها السلام عليكم كيف حالك العزيزة شو أخبارك؟ أنا والله العظيم إني أحبك وكل شيء وأنا كنت متقدم لك أنا أدري، بس تدري ليش أصلا نوقف هالموضوع وإيش اللي خرب علينا الزواج؟ قالت له إيش يعني إيش الكلام اللي أنت قاعد تقوله هذا أصلا؟ قال له مو أنا تقدمت لك وبعدها رفضت بداعي السفر وإني مشغول زي كذا؟ قالت له أيوة وتزوجت الله يستر عليك بنت أخو زوجة أخوي اللي هي عقيلة. قال لها أيوة عقيلة هذه. عقيلة هذه يوم تقدمت لك اتصلت على أمي وقالت يا ابن الناس ابعدوا عن هالبنت لأنها تكلم رجال وخرب علي الزواج. قالت إيش؟ قال لها تخيلي بعد حتى ما خربت علينا الزواج خلتني أروح أتزوج بنت أخوها وأنا الحين حياتي جحيم، والله العظيم إنك ما رحت عن بالي وإن أحبك حب إلى الآن، بس أمان عليك يا العزيزة لا تقولي لأحد وأنا الحين راح أطلق زوجتي اللي متزوجها الحين. قالت له لا الله يخليك لا تطلقها علشاني لا تخرب بيتك لا مدري إيش زي كذا. قال لها والله العظيم لا أطلقها الحين وأجي أتزوجك والله العظيم لو ما توافقين لأقلب الدنيا. قالت له بالله عليك لا تحطها بذمتي وأنا مالي دخل وزي كذا. قال لها أنا يا حبيبتي كارهها، أنا والله العظيم ما عشت معاها إلا بجحيم من بعد ما خلتني أتزوجها ولا حبيتها بعد الزواج ولا شيء، وأنا كنت أحبك وأعشقك يعني عشق زي ما كنت قايل لك، وخربت علينا عقيلة هذه الله لي يوفقها بحياتي. قالت له لا إذا طلقتها أنا راح أرفضك وانسى ومدري إيش. قال له يمين بالله لا أطلقها ولا أتزوجك غصب عنك لأنه هذول غشوني فيها وحياتي زبالة من بعدك. بعدها ناصر راح لزوجته وقال لها أنت طالق. راحت البنت قالت له ليش أنا إيش سويت ومدري إيش؟ قال لها بعدين راح تعرفين. وراح لأمه أخذها وراح لمحمد ما راح لأحمد وحكى له على القصة كاملة وقال له إنه ضحكوا علي وقالوا لي بنت هذه تكلم أولاده ومدري إيش وأنا جيتك وزي كذا وحكيت لك السالفة كلها علشان ما أروح لمحمد ويصير شيء أو يعني أسوي مشكلة، بس الله يخليك أنا أحب عزيزة بالله عليك خلينا أتزوج، أبوس يدك أنا طلقت زوجتي الحين عشان أتزوج. محمد قال له يا ابن الحلال توك مطلق وروح رد زوجتك وارجع بيتك. قال له يا ابن الحلال أنا مال أمي صراحة أنا راح أتزوج هذه يعني أتزوج هذه وما راح أرجع لهذه مرة ثانية. محمد راح أخذ ناصر وأمه وراحوا لأحمد قالوا له شوف يا أحمد اللي صار كت 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 وكشفوا له الحقيقة كاملة وإيش اللي صاير. أحمد وقتها انصدم واسترجع الذكريات استرجع أيام الورث قال والله العظيم عقيلة هذه ما تستاهل إلا التراب. وراح تخيلوا يا جماعة طلقها ورماها في بيت أهلها وأخذ أولاده والعزيزة وناصر تزوجوا وجابوا بنتين وولد. وتخيلوا ناصر ما كان جاب من زوجته يعني هذه اللي ما كان مرتاح معاها ما جاب أولاد ولا شيء والحمد لله افتك منها أموره تمام. وتخيلوا ناصر ما خلى بلد أوروبية إلا وبحث عن علاج للعزيزة هذه وصار المشي عندها صار يعني مو زي الأول مبالغ فيه، صارت يعني الإعاقة عندها خفيفة واستمرت حياتهم على كذا وخلصت القصة. إذا عجبك المقطع يا ليت تنزل تعطينا اللايك والشير والسبسكرايب وتكتب لنا رأيك في التعليقات ونشوفك في الفيديوهات الجاية. سلام.
وحبوا إنه يتجمعوا ويسووا جمعة، يكون في تجمع. يعني أنا قلت تجمع وجمعة وجموع ومجموع وأجماع وكل شيء في مجاميع.